النفس هي أكبر عدو للإنسان. أصعب حاجة إنك تكون مسالم مع كل البشر، بس معادي نفسك، وده مع الوقت بيخلي كل الناس تعديك مع ظنك إنك مسالم. زمان كان الطب بيحلل الإنسان على 4 حاجات، وكانت بتسمى الأخلاط ال4 اللي هي الدم والبلغم والسوداء والصفراء. وكان أي خلل في الأخلاط دي بيؤدي المرض، حتى لو في حالة عدم وجود عرض. بس كل ما اختلفت نسبة الخلل بتختلف نسبة المرض، وده كان مضمون العلاج زمان، كانش فيه غيره. أما حديثا فالطب الحديث بيصنف الإنسان من مجموعة من الأرقام والمقاييس القياسية، ولو حصل أي اختلاف في الأرقام والمقاييس دي بيؤدي لنفس الشيء، لمرض. فالإنسان على مر العصور كلها هو كان مجرد مجموعة من الأرقام والمقاييس والمواد، بس في حالة وجود الطفرات فما نقدرش ندعي المثالية للطب. أما بالنسبة للطب النفسي فهو كان متجه في نفس الاتجاه. هو مقسم مخ الإنسان لمجموعة من الهرمونات ومن المواد. لو حصل أي اختلال في الهرمونات دي فده هيؤدي لمرض، سواء نفسي أو جسماني بعائد نفسي، وده بالنسبة للطب. أما بالنسبة لعالم السحر والشعوذة فأنت عندك حاجة اسمها جداول الحظ أو الأرقام الثابتة. وأرقام الحظ أو جداول الحظ دي هي مكونة من 4 في 4. ال4 الأساسيات المكونة للحياة، وال4 أساسيات المكونة للجسم البشري. ال4 أساسيات المكونة للجسم البشري احنا عرفناهم اللي هي الأخلاط ال4. أما ال4 أساسيات للحياة وهو النار والمية والتراب والهواء، ودي كانت معادلة الكمال في علوم الشرق الأدنى القديم. ولما جه الإسلام حط أسس للطب النفسي، وهو بالتوكل والصبر والتفويض والحمد والشكر بعد الاجتهاد وبذل الوسع، زي ما اتذكر في الآيات دي. بسم الله الرحمن الرحيم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا تيأسوا من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وده هو الطب النفسي الإلهي اللي عجز الطب النفسي المادي إنه يلتحق بيه، وما زال هو الباب الوحيد للسكينة والاطمئنان في الوقت اللي بتتسد فيه جميع الأبواب. وعلى مر الزمان كان هو ده الإنسان وهي دي الحياة.